البرازيل بالضبط في ريو دي جانيرو 28 أكتوبر 2025 شمال ريو دي جانيرو في البرازيل. تحول واحد الساحة ديال المعركة بمعنى الكلمة. ما كانتش شي مواجهة بوليسية عادية، كانت أضخم وأخطر عملية أمنية في تاريخ ريو دي جانيرو، وربما تكون العملية البوليسية الأكثر دموية في تاريخ أمريكا اللاتينية كاملة. في أقل من 24 ساعة تقتلوا 132 شخص من عصابة كوماندو فيرمالو. هذا الرقم الكبير وكبير بزاف. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كل شيء على هذه العملية الضخمة اللي بلا شك غادي تبدل ريو دي جانيرو والبرازيل للأبد. قبل ما نغوصوا في تفاصيل هذه العملية والهدف منها، كنشكركم بزاف على التفاعل الكبير ديالكم على الحلقة اللي فاتت. المهم بلا ما نطول عليكم يلا بينا نبداو. العملية تسمات اوبيراساو كونتينساو، انطلقت مع الصباح بكري في 28 اكتوبر 2025. حوالي 2500 ضابط من الشرطة العسكرية والبوب والشرطة المدنية ضربوا حصار كبير على جوج من أكبر الأحياء الفقيرة في البرازيل اللي معروفين بالتعقيد ديالهم، كومبلكسو دو أليماو، كومبلكسو غابينيا. هاد المناطق هما القلب النابض والمركز اللوجستي ديال كوميندا فيرمانو. الهدف كان واضح: إعدام، أوامر، اعتقال لأكثر من 1000 شخص من القيادة ديال العصابة وتحطيم السيطرة ديالهم على هذه الأحياء. أليماو وبينيا ماشي غير أحياء فقيرة عادية، هما البناء ديالهم داير بحال شي متاهة، محصلين فوق التلال الصعيبة والشوارع ديالهم بحال الخنادق ديال الحرب. من ثم كتمر الشرايين الرئيسية للتهريب تابعة الكوماندو فيرمالو. هذه هي أقدم وأعنف مجموعة إجرامية في البرازيل. بداو في السبعينات 1970 داخل واحد السجن في ريو كتحالف للدفاع عن النفس ضد الإساءات، وكانوا كيتسموا ديك الساعة فالانج فيرميليا. في الثمانينات تحولوا من سرقة الأبناك والاعتداء إلى تجارة الكوكايين وداروا علاقات مباشرة مع كارتيلات كولومبيا. اليوم هذه المجموعة مسيطرة على أكثر من نصف المدينة ديال ريو وكيخدموا بحال شي جيش حضاري ماشي غير عصابة. المصادر كتقول إنهم يقدروا يكونوا ما بين 20,000 و 25,000 عضو نشيط، هما شبكة ديال المخدرات كبيرة. الرد ديال كوماندو فيرمالو على العملية كان وحشي ويائس في نفس الوقت. شوارع تحولت لسيناريو ديال حرب المدن، نصبوا مطاريس محروقة وسدوا الطريق الرئيسية وحتى أنهم سدوا المطار. وأخطر من هذا الشيء كامل أنهم استخدموا درونات تجارية ديال دي جي اي معدله باش يرميو متفجرات على القوات البوليسيه البرازيليه. هذه ماشي جريمه عاديه، هذا الشيء كيتسمى حرب المخدرات، بحال هذاك الشيء اللي كنا شفناه في المكسيك في 2019. الشرطه العسكريه ما واجهتش المجرمين غير بالسلاح البسيط، واجهتهم بالعسكر، بالموشاش، باسلحه مزيانه اللي كانت كتملك في ديك الوقيته ترسانه صناعيه فيها اكثر من 110 ديال البنادق الهجوميه واكثر من 38 قنبله يدويه. باش تشوفوا مدى التخطيط، وحده الكتيبه البوب دارت واحد الحائط بشري اعلى الجبل باش تمنع المهربين من الهروب في المسارات الغابويه. حصيله الخسائر والاعتقالات كانت كبيره، العمليه كانت مدمره بنسبه كبيره لكوماندو فيرمالو. الحصيله الرسميه كتاكد 132 قاتل، من هادوك كانت 125 شخص كانوا اعضاء في العصابه. من بين المقتولين والمقبوض عليهم كانوا شخصيات مهمه بزاف في القياده ديالهم بحال توبارا وبيرامبو، وشدوا ايضا رودريغو كويلو الملقب بالار دي اي. الشرطه دارت 81 اعتقال وصادرت بزاف ديال السيارات والاسلحه، ولكن هذا الشيء ما غيدوش بدون خسائر في القوات الامنيه البرازيليه. فراها خسرات 4 ديال الرجال، 2 من الشرطه المدنيه و2 من البوب، من بينهم الرقيب الممتاز كلايون سيرافين غونزالفيز اللي طاح في المعركه بعد ما تصاب في البطن ديالو. في المجمل نجحت الشرطه البرازيليه في انها تحيد 206 عنصر من الكوماندو فيرمالو ما بين قتيل ومعتقل في اقل من 24 ساعه. عمليه كونتينساو كانت ضربه القاضيه الكوماندو فيرمالو ومحاوله حقيقيه باش يقطعوا الراس العصبي واللوجيستي، لكن كما كيقولوا المعركه على السيطره على هاد جوج فافيلاج بعيده بزاف باش تسالي. هذه كانت مجرد البدايه، والتذكير قاصح باللي الحرب على السيطره الاقليميه في البرازيل ما بقاش مجرد استعاره، راه هي حرب شامله. شكرا بزاف على المشاهده،
الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك واشترك في القناه باش يوصلك ديما الجديد. تهلاو في راسكم.